السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم نحضروا مسمنات جد رائعين بحشوة كتجي لذيذة، وهاد المسمنات كيجيو رطبين ومرقين وكيجيو لذاذ بزاف وبطريقة جد بسيطة وناجحة وكيجيو رائعين. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا إعجاب، نخرجوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبه لمقادير العجين كنحتاجو هنايا الدقيق الرطب، عندي تقريبا 300 غرام، 3 الاكواب، كوب واحد دقيق الفينو او دقيق قمح من نوع الصلب، يعني كوب واحد 100 غرام. عندي شويه راس معلقه ديال الخميره تاع الخبز، عندي هنا ملح تقريبا نص معلقه، عندي السكر معلقه صغيره، معلقه كبيره ديال الزيت. بسم الله. الان كناخذوا تقريبا واحد 2 كيسان ديال الماء، الماء يكون دافي ماشي سخون بزاف على هذا الشكل، وكنصبوا فيه هاد الدقيق الفينو وكنمزجوا هاد المكونات مزيان على هذا الشكل. من بعد كنحاولوا نطحنوه، لان هاد الفينو باش كيجينا رطب في هاد المسمن كنطحنوه. بسم الله. من بعد قبل ما نطحنوه كنديروا شويه السكر خشن، راس معلقه ديال الخميره ديال الخبز، شويه ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزيت، وكنحاولوا نطربوا هذا الدقيق. بسم الله. بسم الله. بعد ما طربنا المزيج يمكن لكم تطربوه حتى بالميكسور، طرب الكهربائي لكم كامل الاختيار. بسم الله. الان كنعاودوا نصبوا الدقيق شويه بشويه، كنصبوا هذا الدقيق، يمكن نكتفيو به، يمكن نزيدوا عليه شويه الدقيق. بسم الله. كنزيدوا الملحه وكنجمعوا هذا العجين باش كيجينا واحد العجين رطب، ما كنحاولوش ندلكوه بهذا الشكل. بعد ما جمعنا العجين نحاولوا نجمعوا بيدينا على هذا الشكل باش كنستحكموا في العجين. بالنسبه لهذه الطريقه راه كيجي واحد المسمن رائع. غنزيدوا شويه كذلك. دائما الدقيق كنصبوه شويه بشويه، ما كنصبوش بالكميه مره واحده. بسم الله. بعد ما جمعنا العجين انتما كتلاحظوا العجين دائما الدقيق حسب القياس. بالنسبه لي راه زدت واحد شويه ديال تقريبا شي 20 غرام 30 غرام ديال الدقيق الفرص. الان حسب الدقيق حسب الماء كنحاولوا نجمعوها بالشكل بهذا الشكل، ما كندلكوهاش، كنحاولوا غير نجمعوها. كناخذ واحد شويه ديال الزيت على هذا الشكل وكنديروها في البلاستيك الغذائي وكنتركوها باش ما تركناها ترتاح كتجينا عجين الشكل ديالها نتوما كتلاحظوا. غنحاولوا نديروها نلبسوها بالبلاستيك الغذائي، كتجي عجينه لينه. وهذه الطريقه اللي كنديرها كذلك كيجي واحد المسمن مشفش وكنديروه في البلاستيك وكنتركوه باش ما تركناها بهذا الشكل. نحاولوا ندهنوا العجين بالزيت ونتركوه، كنتركوها ساعتين 3 سوايع وكنغسلوها وكنتركوها. الان غادي نمروا باش نحطوا الحشوه. بسم الله. بالنسبه للحشوه كنحتاجوا عندنا هنايا فلفله، 2 فلفلات متوسطين ديال الفلفله حمراء، بصله كبيره تقريبا مشلضه على شكل، 2 فلفلات خضرين كذلك، علبه ديال الطونه، شويه ديال الزيتون، عندي القرعه خضراء تخريفيت 2 قرعات متوسطين، 2 خيسلات متوسطين مبشورين على الشكل، عندي الملح، الخرقوم، السودانيه، الفلفل الحار، التحميره، فلفل حلو، عندي كذلك الكمون. بسم الله. كناخذوا هذه البصله كنشحروها مزيان حتى تدبل لينا باش كتعطينا واحد البنه واحد اللذه. كنشحروها بشويه الزيت، كناخذوا شويه ديال الملحه وكنطبقوها حتى تدبل مزيان. بسم الله. بعد ما تقلاتنا البصله مزيان كنضيفوا الفلفله وكنقليوها كذلك، كتجي مقليه مزيان.
بسم الله. بعد ما تقلت لنا الفلفله كنصفوا هاد الجزر كيزو، كما كتلاحظوا ما كنديروا فيها لا ماء لا والو، هاد التخريفيت القرعه الخضراء، وكنمزجوا هاد المكونات وكنغطيو عليها. كنكون تتسخن كنغطيو عليها وكتطلق لنا الماء ديالها، لان في الماء ديال الخضره باش طيبنا باش كتجي لنا هاد الخضره بنينه ولذيذه. بسم الله. كما كتلاحظوا بعد ما قدرت لنا الخضره اصبحت على هذا الشكل. الان غادي نحاولوا نديروا العطريه. هذه فلفل حلو، تحميره، بابريكا نص معلقه صغيره، خرقوم كذلك نص معلقه صغيره، الكمون نص معلقه صغيره، فلفل حار السودانيه، يمكن يدير اللي عنده الهريسه شويه ديال السودانيه حسب الذوق. وكنمزجوا هاد المكونات مزيان كما كتجي هاد الخضر كتجي رائعه، كتجي بنينه ولذيذه بزاف. الان كنصبوا هاد الزيتون على هاد الشكل وكنتركوه واحد 3 دقائق حتى كيشرب لنا هاد لاصوص مزيان ديال الخضره وهاد البنات ديال الخضره. من بعد كنطفيو النار. بعد ما طربنا الزيتون وكيتقنا الكل، الان غادي نحاولوا نطفيو النار حتى تنطفيو النار. عاد كنصفوا هاد الطون كنمزجو الكل وكنتركوا هاد الحشوه ديالنا حتى تجبد لنا. بسم الله. بعد ما طحنا العجين كما كتلاحظوا حتى ارتاح لنا الشكل ديالو كما ما درنا كيجي الخلط كيجي هذا الشكل ديالو كيجي هكذا الشكل ديالو كيجي بلا ما دلكناه. الان غادي نحاولوا نديروا تقريبا شويه زيت، نحاولوا نقسموه الشكل الكويرات اللي بغينا، نديرو غير صغيورين لان غنديرو وحده في وسط وحده. بسم الله. بسم الله. بعد ما شكلناهم قطع الان غادي نحاولوا نكوروهم على هذا الشكل، الشكل مسمن دائما. بالنسبه لهذه الطريقه كندير لان حتى المبتدئات اللي ما كيعرفوش يصايبوا يقطعوا المسمن بالشكل مباشره. كنديروا هكذا وكنوضعوا في الطاوه. بعد ما قطعنا قطع كنديروا كوير على هذا الشكل نتوما كتلاحظوا هما على هذا الشكل، وكنبقاو نفس الشكل. كيكونوا كويرات صغيرين ولكن حسب الذوق. بالنسبه درتهم صغيورين لان غندير وحده في وسط وحده. كنبقاو نكوروهم نتوما كتلاحظوا وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل. واللي كورناها كنحاولوا ندهنوها من الفوق باش ما يبس لينا، وكتكون واحد القشره كتساعدنا باش نسلوها، وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل. بسم الله. بعد ما كورناهم كلهم الان غادي نحاولوا نغطيوهم بهذا البلاستيك ونتركهم تقريبا 5 دقائق ونمروا باش نبدا نسلخو فيهم نعمروه. بسم الله. الان غنحاولوا ناخذوا الاولى، دائما تنبداو بالاولى بعد ما تبغيو ترتاحوا باش كنسرحوها. انتما كتلاحظوا كيجي كنسرحيه بالزيت، كنديروا لا زبده لا والو. كنبقاو نسرحو فيهم حتى يتسرحو لينا مزيان. بعد ما سرحنا العجين صبح على هذا الشكل نتوما كتلاحظوا ورقناها مزيان. الان غادي نحاولوا نديروا الحشوه. بسم الله. كنحاولوا نجمعوا العجين بهذا الشكل كما كتلاحظوا. كنتركوها جانبا هذه وكناخذوا الثانيه كنسلخوها. حنا غنوضعوها هنايا حتى كنسلخوا هاد الثانيه. دائما كنسلخوا غير بالزيت كتلاحظوا. كنبقى نسلخوها مزيان. هانتوما كتلاحظوا
هاد الجنب، هاد الموضع اللي شي شويه من الفوق هو اللي غنديرو لتحت باش كيجينا نفس الشكل، ما كتدخلش لنا الحشوه. كما كتلاحظوا هاد العجين كيف رطاب الشكل ديالو ودغيا كيطورق لينا. اللي صايبناها كنضعوها في الطاوه حتى تنكملوا الكل، عاد من بعد نمروا باش نطيبوه. بسم الله الشكل كيجي، كنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل. بسم الله. بعد ما كملنا جميع المسميات ديالهم كما كتلاحظوا كيفاش كيجيو مبوقين مشفدين. الان غادي نمروا باش نطيبوه. كناخذوا دائما الاولى، دائما كنحاولوا بالنسبه لهذا المسمن ما كنطرقوش بزاف، كنخليوه شويه على هذا الشكل ونمروا باش نطيبوهم. بسم الله. بعد ما سخنات المقلاة الان غادي نحاولوا نوضعوا فيها شويه الزيت، كنوضعوا فيها هذا المسمن وتنكملوا ليه. كنحاولوا نطرقوا كذلك شويه من الجديد. بعد ما طبنا شويه من التحت كنحاولوا نقلبوها هذه المسمنه. نحاولوا نراقبوها حتى تطيب لينا وكتحمر لينا مزيان. الشكل ديالها كيجي مسفش، كيجي رائع. الان غادي نحاولوا كذلك نطيبوها. بعد ما تحمرت لنا من التحت نحاولوا نتركوها حتى تحمر لينا ومن بعد نحيدوها. بالنسبه لهذا المسمن كيجي لذيذ بزاف وبنين. بسم الله. بعد ما تحمرت لنا المسمنه كما كتلاحظوا كتحمر من جوج جهات. الان غادي نحاولوا الشكل ديالها كي كيجي ها هو شكل رائع ومسفش ومبطبط. الان غادي نحاولوا نحيدوها ونبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل. الشكل النهائي ديال المسمن كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع، كيجي لذيذ وبنين ومسفش. كنتمنى هذا المسمن يعجبكم وغادي يعجبكم. هي جربوه وبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.